السلام عليكم، نتمنىكم انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم فيديو جديد. غنشارك معكم واحد الفطائر اللي كيجيو خفاف وغزالين ورائعين بكاس ديال الحليب. غنخليكم مع المقادير. قبل ما تكملوا الفيديو نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش ديما ان شاء الله توصلوا بالجديد. شكرا لكم بزاف على خطيكم. ما غنطولش عليكم، غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. على بركه الله غنبدا لكم في المقادير وطريقه التحضير. هنايا غنحتاج كاس ديال الحليب دافي، ثم غادي نضيف كاس ونص ديال الماء حتى هو دافي، لان هاد الفطائر فيهم الخميره معجونه ضروري غنحتاجو الماء والحليب يكون دافي. ثم غادي نضيف حبه ديال البيض وحده، وغادي نخلط كلشي مزيان حتى كيتخلط البيض والحليب والماء. ثم غادي نضيف واحد الساشي ديال الفاني، ممكن تنسمو باي حاجه كتفضلوها، ممكن تنسمو بقشوره الليمون او لا قشور ديال الحامض. ثم غادي نضيف 2 المعالق كبار عامرين ديال السكر سنيده، والسكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نخلط الكل مزيان باش دوك الحبيبات ديال السكر يذوبوا. ثم غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزيت. الزيت كيعطيها واحد الخفه لهاد الفطائر صافي. وغادي نخلط مزيان. ثم دابا غادي نضيف الخميره معجونه اولا خميره حبوب ديال الخبز. غادي نحتاج معلقه صغيره عامره وراس معلقه، بحال معلقه كبيره ما تكونش عامره ديال الخميره معجونه صافي. ثم غادي نخلط كلشي مزيان. عاد غادي نضيف كاس كبير يكون عامر ديال السميده رقيقه، السميده باش كنصايبوا الحرشه. كنضيف كاس صافي. ملي ضفت الكاس ديال السميده غادي نضيف عليه واحد نص معلقه ديال خماره ديال الحلوى، وغادي نضيف عليهم الملحه حتى هي على حسب الذوق ديالكم. غنضيف هنايا نصف معلقه صغيره، وغادي نخلط كلشي مزيان صافي. ملي غادي يتخلطوا ثم غادي نضيف واحد الكاس الثاني ديال دقيق القمح اولا دقيق الفينو، السميد الناعم كل واحد وشنو كيقول ليه صافي. غادي نبقى نضيف شويه بشويه وانا كنخلط صافي. غادي نضيف الكميه كامله. ثم غادي نضيف واحد المعلقه ديال دقيق الفورص صافي. وغادي نخلط كلشي مزيان كيف ما كتشوفوا الخليط كيفاش يكون القوام ديالو. ثم غادي نضيف شوكولات حبيبات اختياري، ممكن ما تضيفوا حتى شي حاجه صافي. وغادي نغطي عليه ببلاستيك غذائي وغادي نخليه يختمر مده من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه صافي. ونبدا نطيب فيه مباشره. هانتوما غتشوفوا معايا صافي. هنايا مني داز واحد 15 دقيقه تقريبا كنحيد له البلاستيك الغذائي. هانتوما غتشوفوا القوام ديالو كيفاش ولا، يعني كيزيد يتقال كيف ما واضح لكم صافي. كنخلطوا بحال هكا مزيان. كنكون هنايا حطيت واحد المقله اللي ما كتكونش كتلصق، حطيتها فوق البوطه. غادي نضيف ليها شويه ديال الزيت، ضروري انكم تضيفوا شويه ديال الزيت اولا تضيفوا شويه ديال الزبده صافي. غادي نحاول انني ندهن المقله بالزيت مزيان صافي. دابا غادي نوضع عليها الخليط. بالنسبه للبوطه في الاول تكون مجهده، غير كتسخن المقله. ملي كنبغي نضيف الخليط كنقص عليها
باش ما يتحرقوش هاد الفطائر. صافي غادي نخليهم حتى كيتحمروا من التحت وكيبانوا لنا نشفوا من الفوق. كنرجع ندهنهم بشويه ديال الزيت من الفوق ونقلبهم الجهه الثانيه يتحمروا من جويه بجوج. المهم ها نتوما غتشوفوا معايا. صافي كيف ما كتشوفوا نشفات من الفوق. دابا غادي نحاول نرش عليها القليل ديال الزيت ونقلبها للجهه الثانيه. صافي غادي نخليها حتى كتحمر من التحت ونحيدها ونرجع عاوتاني ندهن المقله بالزيت ونوضع فيها الخليط ديال الفطائر ونخليهم عاوتاني حتى كيتحمروا من التحت. غير كيبانوا لنا انهم تحمروا نشفوا من الفوق كنرجع نرش شويه ديال الزيت وكنقلب الجهه الثانيه وكنبقى مستمره حتى كنكمل الخليط كامل بنفس الطريقه. نتوما كيف ما كيجيو خفاف وغزالين. الزيت كندهنها كنرجع نخوي فيها الخليط كما واضح لكم. انا عندي المقله كبيره. هاد الكميه هادي خرجت لي 4 ديال الفطائر كبار. الا كانت عندكم مقله صغيره غادي تخرج لكم طوبل، يعني غتخرج لكم 8 ديال الفطائر وراها كتعطي كميه كثيره. كيف ما كتشوفوا هادو هما الفطائر كيفاش كيجيو. نتمنى ينالوا اعجاب ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر. كيف ما كتشوفوا الصراحه كيجيو غزالين. المهم هذه زادت لي في الطياب، يعني تحمرات. كنت تشطنت مع بنتي ونسيتها. مهم ردوا بالكم ملي تكونوا طيبوا فيهم، خليهم يطيبوا على بوطه مهيله باش ما يتحمروش بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. راها بالزربه كتحضر، يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى التعاليق الزوينين اللي كتخليو ليا لهلي خطيكم. كنتمنى انكم تبارطاجوا الفيديو مع العائله ديالكم والاصدقاء اللي تاعهم الفائده. شكرا لكم بزاف لهلي خطيكم. كنتمنى الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش ديما ان شاء الله توصلوا بالجديد. شكرا لكم بزاف لهلي خطيكم. خليت لكم الراحه في امان الله وحفظه الى وصفه قادمه باذن الله.